النهارده الاهلي بصراحه اهم ما في المباراه هو عوده علي معلول للمشاركه من جديد. وشفت علي يا جماعه؟ شفت الحلاوه؟ ايه ده؟ علي لو برجل واحده احسن من اي باك ليفت في النادي الاهلي، مع احترامي لاي باك ليفت في النادي الاهلي. يعني عشان نكون نفس الموضوع مع بعض، علي معلول افضل محترف جه النادي الاهلي اخر 5 6 سنين بلا جدال، او اخر 10 سنين بلا جدال. علي معلول النهارده انت بينزل، شفت الراجل يعني. التكنيك موجود، لاعب كبير. شفت العرضيه اللي عملها الامام على الارض؟ دي ما يعملهاش غير لاعب كبير. علي لو برجل واحده يا جماعه احسن من كل الموجودين، لكن لازم اشيد بدور الكابتن عماد النحاس. واحد يقول لك يا عم انت النهارده عمال تقول الاهلي وحرس الحدود النهارده، كان اقول لك لا. الاهلي عشان هو فايق، الاهلي عشان رجع لشخصيته من جديد، ورجع لهويته وهويه الانتصارات من جديد، عشان كده رجع وبقى احسن وبقى بيكسب. ده النادي الاهلي اللي شفناه، هو ده النادي الاهلي اللي احنا نعرفه. الاهلي بشخصيته، الاهلي باسلوبه الجماعي والروتيشن اللي عامله الكابتن عماد النحاس. النهارده بنشوف وسام بيرجع بيسجل، اشرف بن شرقي بيحاول، هو عماد النحاس بيحاول يسترجعه ويستعيد مستواه من جديد. كوكا بيسجل، مروان عطيه بيبدا يستعيد بعض الشيء من مستواه، اللي هي كل الكرات التانية مروان عطيه واخدها، مش مدي فرصه لحرس الحدود النهارده ان هم يباشروا او عندهم رغبه ان هم يروحوا النادي الاهلي بصراحه يعني. حارس المرمى النهارده محمد سيحه يعني. صعبان عليا بصراحه النهارده، شال دس الجون غير اللي ضاع، بس بصراحه يعني عمل اللي عليه ما باليد حيله. والمباراه كانت من طرف واحد اصلا، يعني تقسيمه للنادي الاهلي النهارده. لكن اهم ما في المباراه عوده الثقه لوسام ابو علي، رجوع علي معلول للمشاركه من جديد مع النادي الاهلي. وانا يعني علي معلول لا خلاف عليه يا جماعه، عشان هم متفقين مع بعض. الراجل يعني منك لله كولر، الراجل ده يقعد مش كان لعب في ماتش ستاند داونز كان كسبك بعرضيه واحده بس؟ شفت الدقايق اللي لعبها علي معلول، الربع ساعه او التلت ساعه اللي لعبهم علي؟ شفت الفرق؟ ده الفرق. ده اللاعب الكبير اللي احنا نتكلم عنه ونفضل نتغنى بيه ونحتفي بيه لسنه قدام. فبصراحه فوز بيشعل المنافسه بعد هزيمه بيراميدز النهارده امام فاركو، ويقلص الفارق النادي الاهلي لنقطه وحيده. بيراميدز 47 نقطة والأهلي 46 نقطة، خلفهم الزمالك 39 نقطة. والدوري المصري يشتعل في آخر جولاته. نار نار يا حبيبي نار، وانتظروني إن شاء الله بإذن الله في لقاءات جديدة. سلام عليكم.